يلا بينا نحكي. في سيشن لطيفة قوي مع بنوتة جميلة، كنا بنتكلم عن التعافي وإننا إزاي نتخطى الظلم اللي حصل لنا وإزاي نقدر نقاوم ونستمر. وقفتني لحظة وسألتني: وحضرتك عملتي إيه لما اتظلمتي؟ ولا حضرتك بقى ما اتظلمتيش؟ مفيش حد فينا في الدنيا ما اتظلمش، ومفيش حد فينا ما ظلمش. ربنا يا رب يعافينا ويعفو عنا من الظلم ومن صفة الظلم وينجينا جميعا. قلت لها بقى ورقة وقلم، اكتبي ورايا الوصفة بتاعتي. اتظلمت، وبعدين عملت ايه؟ وقفت شوية وحسيت ان الدنيا من الصدمة بتلف بيا 180 درجة، بترجع تلف تاني وتلف تالت وانا مش عارفة وانا واقفة ولا بلف معاها. عيطت، طبعا عيطت كتير، زعلت كتير جدا وحزنت وقلت ليه؟ وانا عملت ايه علشان خاطر اتظلم الظلم ده؟ وخدت كل الأسئلة بتاعتي والغضب وكل الأحاسيس المختلفة ورحت خبطت على باب ربنا وقلت له: يا رب أنا جاي لك، أنت عالم باللي حصل من غير ما أحكي لك، أنت عارف حتى اللي كان بيتدبر في الخفاء وأنا ما وصلنيش، فحلها لي. يوم 2 3 ولاقي ربنا بيفتح لي طريق حقيقي. في وسط ما أنا ماشية فيه كل شوية أبص ورايا، أفتكر اللي حصل، أشوف يا ترى اللي ظلمني ده ربنا عمل فيه إيه. بعد شوية خطوات لقيتني بقول لنفسي ملتفت لا يصل: لو فضلت أبص ورايا على اللي حصل أنا مش هوصل لقدام، وطالما ربنا رزقني طريق يبقى أمشي فيه. وقد كان. الوصفة مش بالسهولة دي، وكل إنسان عنده تجربته الشخصية وعنده كمان مفتاح الحل. إحنا مش شبه بعض ولا نقدر نحل مشاكلنا زي بعض، لكن اللي أنا متأكدة منه إن اللي يروح لطريق ربنا مكسور مش بيرجع منه إلا هو مجبور. لايف كوتش دكتورة أمية عبد الرازق.